السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كي داير مع رمضان؟ غادي مزيان بخير، كلشي مزيان. نتمنىكم تكونوا بخير. جبت لكم يا لالياتي واحد المسمن وواحد المسئين ولا واحد الملوي. هو ملوي تركي ولا مسمن تركي، كيجي روعه، وإلا جربتوه غادي يعجبكم. تبعوا معايا الطريقه وغادي يعجبكم ان شاء الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم ما تندموش على التجربه. وسمحوا لي على طولت لكم الفيديو، لان هذا الفيديو وهذا المسمن كياخذ الوقت. كما عطيتيه الوقت وكما خليتيه يرتاح، كما كيجي زوين وكيجي راشي وكيجي يذوب في الفم. ونتمنى يعجبكم ويراقكم. وشكرا على اللايكات وعلى التشجيعات اللي كتشجعوني، وعلى الكومنتات الزوينين بحالكم. الله يزين اياكم المسرات والافراح. وتانا كنشكركم بزاف، كنحبكم بزاف. عائلتي الثانيه، وما تنساو الاشتراك ورفع الجرس ليوصلكم كل جديد. المهم الزوينات ديالي يا اغلى متبعين على قلبي، هذا هو المسمن ولا الملوي التركي اللي كيجي روعه، كيجي تقرمش وكيجي هشيش. ما نقولش لكم واخا كياخذ الوقت، يستحق التجربه ويستحق تعطيه الوقت ديالو. المهم راه كيجي لذيذ، ولا جربتوه غادي يعجبكم، ولا درتو بالطريقه اللي قلت لكم انايا غادي يعجبكم وغتعودوا ديروه دائما. ملي انا درتو قسما بالله والله الا عجبني بزاف. واخا رمضان كلت منه حتى فطرت وصليت التراويح الله يتقبل، وطلعت كلت منه حيت عندي انا الكوزينه الفوق، كنهبط نصلي لتحت. المهم ما نقولش لكم كيفاش المذاق المهم الحاجه الزوينه فيه اعطيه الوقت. كيما ارتاح، كيما كيجي لذيذ وكيجي هشيش وكيجي رطب. ماشي كيجي شوفوا التقرمشه ديالو، كيجي مقرمش وكيجي زوين بزاف 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 بزاف. احسن حاجه عجبتني في الفيديوهات كاملين هذا المسمن اللي هو اش غنقول لكم، هذا المسمن روعه منه. كيجي بنين، والبنه ما نقولش لكم على المذاق اللي فيه. غادي يحمقكم بالبنه والمذاق. نتمنى يعجبكم ويراقكم ونكون خفيفه الظل على قلوبكم. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك ورفع الجرس يوصلكم كل جديد. وندوز المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. عندنا نص ايطرو ديال الحليب كما شفتوا معايا، درتو على البوطه حتى سخن. وعندي معلقه ما كامله ديال السكر، نصف معلقه. عندي معلقه ونصف ديال الملح، وعندي خماره واحده كما شفتوا معايا حتى هي كتجيب ديك الهشاشه وديك التقرميشه. وعندي اي زبادي عندكم، اي يوغورت. المهم ما تكونش في ديك التقاطع ديال الفروته ديال البنان ولا ديال الفانيلا. المهم درت انا ديال الفانيلا، يمكن لكم ديروا ديال البيستاش، لكم الاختيار ولكم واسع النظر. المهم ديروا بهذه الطريقه غادي يعجبكم وغادي يروقكم. وعندي كيلو ديال الفرز من النوعيه الجيده عديد الاستعمالات. المهم غادي يعجبكم، وكيختلف من دقيق الى دقيق، حيت كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشرب. المهم هذا الكيلو جاني قد حتى هذا القد. المهم كيلو في نص يطرو ويوغورت وحده جاني هو هذا. كما غتبعوا معايا غتشوفوا المقادير مضبوطه وناجحه 100%. وإلا عطيتوه الراحه وعطيتوه ارتاح غادي يجيكم زوين وغيجيكم مراق. وتبعوا معايا الطريقه. كنستمر بحال ما كنخلط الكل كما شفتوا في الاول. خلط المكونات السائله والنواشف مع داك الحليب حتى اندمجت ليا. من بعد عاد بديت في التخلاط ديال داك الفورس او الفرينه كما شفتوا معايا. طريقه زوينه وناجحه. كما شفتوا العجينه باش كتعرفوا غتصدق لكم، كتلتصق لكم في اليد ديالكم. ولكن من بعد غدهنوا بشويه الزيت، وغنجيبها غنعطيها شي دليكات غير خفاف، ما غنكثرش عليها بزاف. ومن بعد غنجيب البلاستيك الغذائي وكنغطيها وكنخليها ترتاح واحد 10 دقائق. كما خليتوها ارتاحت كما خليتوها كما كتجيكم زوينه. انا المهم ما كانش عندي الوقت ما خليتهاش ارتاحت بزاف، كتعرفوا مع رمضان ومع الفطور. المهم كنجيب هذا البلاستيك الغذائي كنخليها ترتاح واحد 10 دقائق. المهم نتوما لكم الاختيار، كما كنخليوها ترتاح هاد العجينه كما تجيكم روعه وكتجيكم هشيشه وكتجيكم لذيذه وكتجيكم كتقرمش ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. المهم لحد ما خليناها ارتاحت 10 دقائق غنجيو نعطيو واحد دليكه، غير دليكات خفاف. كندهنوا اليد ديالنا بالزيت او سطح العمل
باش ما تلصقش، لان هاد فيها لي كورد وفيها هذه الخميره كتلتصق، ولكن من بعد ملي غنجمعوها الجمعه الثانيه ما غاش تبقى تلتصق. غتشوفوا معايا والعجينه غتجي تبارك الله كتبعك في اليد وكتجي رطبه وكتجي زوينه. ديك العجينه كتعشقيها في الدكراز ديالها. كنجمعوها هاد الجمعه الثانيه عاوتاني كنديروا لها البلاستيك الغذائي وكنخليوها ترتاح 10 دقائق. وانا كما قلت لكم كيما خليتوها ترتاح كيما كتعطيكم الطوع وكيما كتبعكم كيف بغيتو وتشكلوها كيفاش بغيتو. عاوتاني غندير البلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح كيما خليتوها ارتاحت اخواتاتي، كيما غتجيكم احسن واحسن واروع واروع. نتمنى تعجبكم. هيا عاوتاني بعد ما ارتاحت شوفوا تبارك كيفاش ولات يعني تبارك الله. غتجيكم بحال شي ورقه ديال البسطيله، يعني كتجي رائعه وكتجي مرقه وكيجي هشيش هذا المسمن تركي. من بعد كنحربلو هذاك الحربال داك وكنجيبو ديك القطعه كنشكلو على 9 القطع او لكم الاختيار. المهم انا درت 4 مسمنات لان عندي كيلو تبارك الله عطاني كميه ما شاء الله لا باس بها. ديروا القطع اللي قدكم، مهم كل 3 القطع في مسمنه. لكم الاختيار بغيتو تكثروا المهم غير العبار ديال السوائل تكون مضبوطه باش يجيكم القياس هو هذاك. بسم الله. والمهم كنكوروا هاد الكويرات ومن بعد ثاني كنديروهم في داك البلاستيك الغذائي كنخليهم يرتاح. هذا المسمن كيبغي يرتاح كيبغي يرتاح. النصيحه الاولى الراحه ديال هذا المسمن باش ما يعذبكمش ملي تكونوا تقرصوا فيه، لانه فيه الحليب وفيه الخميره فيه يوغورت كيبغى شويه الوقت. وكيما خليته ارتاح وطلق ويعني وبرخلاصو كيما كيجيكم هشيش ويجيكم راشي. المهم بعد ما كملنا الكويرات كيما شفتوا معايا غنديروا عاوتاني داك البلاستيك الغذائي اللي درتو من قبل وعاوتاني درتو انا تاني درتو ما تضيعوش. المهم بعد ما ارتاح عاوتاني جينا تاني كما شفتوها ما عطاو الضوء خليني تاني 10 دقائق 30. عاودوا بلاش الدراجين سمحوا لي راه كنغلط بزاف غير مدوش عليا وصافي. ما ديروش مني قله الصواب انا هو طبيعي وهذا. نقرصوا الكويره الاولى وكندهنوها بالزبده. الزبده ما ديروش معها الزيت لان داك الزبده هي كتعطينا الهشاشه. كتكون كميه شويه لا باس بها ديال الزبده لان كتعطينا هشاشه وكتعطينا واحد المذاق مع داك اليوغورت وداك الحليب. كندير وحده فوق وحده. من بعد ما كندير الزبده كندير وحده فوق الاخرى. هذاك الوحده فوق وحده هي اللي كتجي تعطينا داك التوريق وداك داك الرشاويه اللي كتجي راشي كيجي راشي كيجي ممرق. وكنديروا الثالثه. انا غنكمل معكم المسمنه الثانيه باش تفهموا الطريقه وتفهموا كيفاش انا درت ليه. نتمنى يعجبكم ويروقكم يا ربي هذا المسمن لان درت فيه جهدي وضيعت فيه حاسب نهار كامل ماشي نهار كامل ولكن جوج سوايع بحال ما هكاك وخاض ليا الوقت شويه. ولكن تساهلوا اخواتي تساهلوا كل خير وتساهلوا اي حاجه زوينه تساهلوها. نتمنى ان يعجبكم. المهم كما شفتوا معايا كملت الاولى عاوتاني دزت الثانيه بنفس الطريقه ونفس العمليه. عاوتاني كنبسط وكندير الزبده وكندير وحده فوق وحده. ومن بعد ما غنكمل الكل اللي عندي غنشوفوا معايا وغنديرو ثاني في البلاستيك الغذائي وغنرجعوا لكم ان شاء الله. سمحوا لي ضرني البرد شويه. المهم هادو هما الكويرات اللي كملت 3 في 3 كما شفتوا معايا 3 بحال كل مسمنه فيها 3. عندي انا 4 المسمنات تبارك الله عطاني كميه كبيره. المهم ما قدنيش هاد البلاستيك غنديرها فوق الاخرى فوق الوحده من دوك اللي درت انا لتحت. ما تخافوش منه ما كيلتصق ما حتى شي حاجه حيت كاين البلاستيك ما بينه وبين المسمنه. بعد ما ارتاح ليا غنجيو للطبساط نبسطوه ونديروه في اللاطه ديالنا باش يدخل الفرن. المهم ملي كتبغيو تقرصوا ما ديروش الزبده تبغوا ديروا في اللاطه ديروا الزيت النباتيه ولا زيت المائده. لكم الاختيار ديروا الزبده باش ما يلتصقش باش يمشي معاكم كيف بغيتوا. شوفوا تبارك الله
هذه يسمحوا لي قلت لكم انا ما غنديرش يعني غنقرصوه الكريسه الثانيه، لان غنحربلوه بحال الشكل الملوي العادي، ولكن غتشوف معايا الطريقه. غندوروه بحال شي شكل ببوشه وكنخليوه يرتاح. شوفوا دوك الورقات كتجي وحده فوق الاخرى، كي ما كيلتصقش مع بعضياتو، كيجي مفروق وكيجي شيش. شوفوا ديك الزبده اللي انا دهنه بها، مع عندنا حنا شويه الجو بارد، مازال الحال عندنا ما عندناش الحال سخون الحمد لله، اللهم لك الحمد. اللهم برد علينا في الدنيا وفي الاخره. كندير ديك الزبده باش كتعرفوا راه الجو عندنا بارد. الزبده جمدت. شوفوا كنبقى نحربلو بحال هكايا بشويه بشويه، وديك الزبده غاديه وكدور لنا في داك المسمن هي فاش كتجي مرقه. لأن قلت لكم كي ياخذ الوقت، ولكن يستحق التجربه، ونتمنىكم تجربوا. وكندوروا على هكايا. يمكن لكم ترقوا اكثر، كندخلوا هذاك الجانب كندخلوه الوسط باش ما يتحلش لينا، وكنستمروا في العمليه بحال هكايا حتى نكملوا الكل الكويرات كلهم اللي عندنا، او هاد المسمنيات اللي حنا بسطنا ولا الملوي. نتمنى يعجبكم ويرافقكم اخواتي. جربوا راه غادي يعجبكم. وإلا عجبكم ما تنساوش تحطوا ليا في الكومنتات ديالكم الزوينين كما العاده، ودعواتكم اللي هما كيعجبوني، وانا كندعي معكم. والله يحفظكم والله ينجيكم من اي سوء. نتمنىكم نهار زوين تكونوا حاضرين، ونهار خايب ما تكونوش فيه ان شاء الله. مهم كنبسط كيما هكايا. هاد التبسيطه حتى هي كتزيد ملي كترقيه، كيما زدتي رققتيه كيما كيعطيك الطوع وكيعطيك التوريق وكيعطيك ديك الرشاوه وديك الذوبان في الفم، راه كيجي رائع. كندهنوا عاوتاني بالزيت، عفوا سمحوا لي، قلت لكم راني كنخلط بزاف، غير ما ديروش مني قله صواب وصافي. عاوتاني كندهنوا بالزبده وكنحربلو بشويه بشويه بحال هكا كندورو، بحال هكا تكوني تدوري باغا ديري شي حلوه ديال ديك الرولي، وكتبقاي تدوري. المهم كتبقاي تدوري بحال هكايا، وكتجبدي شويه لا عندك شويه هك وشويه هك باش ديك المرويه تعطينا الطوع. وندوروها كيف بغينا، كندورو بحال هذا الشكل هذا، وكنديروه على شكل بوشه. كنجيبو داك الراس كندخلوه من الوسط كما شفتوا معايا. غير المنظر تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، كيجي شهي وكيجي رائع. كنجيبو الكويره الثانيه او المسمنه، ها هي بعد ما سرحناها. شوفوا تبارك الله كيعطيك الطوع وما كيتقطع ما شي حاجه. مع ذلك فيه اليوغورت ولكن ما كيتقطع مت حاجه، وفيه الزبده كثيره ما كتقطعش. وغادي يعجبكم وغادي يرقكم وغادي يعجب وليداتكم، وغادي يبقاو يقولوا كل ماما ولا الوالده ولا شنو كيقولوا لكم صيبوا لنا هذا المسمن. ونتمنى يعجبكم وليداتكم ان شاء الله. كنتبعوا الطريقه اللي درنا في الاول وكنستمروا هكذا حتى كنكملوا الكل اللي عندنا. سمحوا لي اختي اخواتاتي، ظهر لي البرد الله يعافينا ويعافيكم. شوفوا كما قلت لكم ما ترقوا كما دير، وكديروا على هذا الشكل ديال البوشه بحال الشكل الملوي العادي اللي عندنا حنا كنديروا في المغرب، ولكن هذا شكل زوين. كنعاود ثاني هذه ها هي كنعاود نحربلها وندورها وكندير لها ثاني نفس العمليه. المهم بعد ما كملنا غنستفوا كل شيء وغتشوفوا الطريقه كيفاش كيجي بحال شكل الببوشه. غير المنظر كيجي زوين ورائع رائع. غنخليو في هذه المرحله الاخر نخليوه يرتاح مزيان، لان انا قلت لكم ما بقاش ليا الوقت، ما خليتوش يرتاح 10 دقائق 15 دقيقه باش خليته يرتاح، لان اقترب عندي الوقت ديال الفطور. كتعرفوا الجد ديال الفطور ما كاينش اللي يعاونك من غير الله سبحانه وتعالى. المهم انا بسطته خليته لكم 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وبسطته ودخلته للفرن على نار متوسطه، نار تكون مهيله حيت دغاك كيطيب. وكنجيبو حل البيض صفر بيضه، وكنزيدو مع قطره ديال الخل وشويه ديال الحليب، وكندهنوا الوجه. يمكن لكم ما تدهنوش، يمكن لكم تدهنوا، لكم الاختيار ولكم واسع النظر. وكنشكركم بزاف بزاف، نشكركم كما قلت لكم على اللايكات وعلى الكومنتات الزوينين بحالكم، وتانا كندعم معكم وكنشكركم بزاف من اعماق قلبي. عائلتي الثانيه اللي هي دائما كتدعمني وكتشجعني، كنشكركم بزاف والله يحفظكم والله ينجيكم. والى الفيديو القادم، وما تنساوش تجربوا هذا المسمن وترجعوا لي الاخبار. وشكرا.